اهلا بيكم حبايبي الحلوين محبين قناه فيفي سهل للطبخ. برحب بيكم على قناتنا المتواضعه اللي ان شاء الله هتكبر بيكم. بشكركم جدا جدا على تشجيعكم وعلى التعليقات اللي انتوا بتبعتوها لي، الكومنتات اللي انتوا بتحطوها في الفيديو واللي انتوا بتبعتوه لي كمان على الخاص على الماسنجر. بشكركم جدا من كل قلبي، يا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. احنا النهارده هنعمل طبق سمك جميل جدا، غريب. يعني احنا عندنا في مصر بصراحه ما بنعملهوش كتير بالطريقه دي. احنا النهارده هنعمله بطريقه صحيه ومش مقلي، وهيتعمل في الفرن بطريقه جميله جدا وسهله وبسيطه، وفي نفس الوقت مش هتاخد مننا وقت كتير. احنا هنعمل النهارده السمك التعابين. السمك التعابين ده بيكون شكله، احنا بنشيل من عليه الجلد من بره. على فكره طعمه بيكون فعلا جميل جدا جدا جدا. بصوا يا رب يكون واضح. ده السمك التعابين اهو، بنخلي من عليه الجلد بتاعه. تمام، احنا هنا مش شايلين من عليه الجلد بتاعه كله اهو. بصوا بيكون سمك ابيض وبيكون طعمه فعلا حلو قوي. تمام، احنا هنعمله النهارده معاكم في الفرن. كل اللي هنحتاجه 4 معالق بان جراديجاتو، اللي هو البقسماط المطحون اللي احنا بنعمل به الفراخ البانيه، و4 معالق او 5 معالق جبنه جرانا برمجانا، الجبنه اللي هي المبشوره، الجبنه الجرانا المبشوره. تمام. السر بقى معانا الخلطه دي انا بعملها بتكون فعلا تحفه جدا جدا، صدقوني جربوها ومش هتندموا. وبالذات لما بترشوها على بطاطس المحمره، احسن من الاطعمه والحاجات اللي انتوا بتجيبوها دي، كلها مش صحيه ومش كويسه جدا للاولاد، فاحنا بنعملها في البيت. الخلطه دي انا بعمل برطمان وبشيله، بعمل برطمان مشكل كله على بعضه وبعينه عندي، ووقت ما بعوزه بلاقيه موجود، بيدي نكهه جميله جدا. ده مكوناته: بصل بودره، توم بودره، مجففين، بقدونس مجفف، روزمارينو، قربة سالفيا اللي هي المرمرية المجففة برضو، وملح. بعمل ده كله على بعضه وبطحنهم في الكبة، وبخليهم عندي في برطمان بيكونوا جاهزين. لما بتحمري بطاطس بتاخدي ترشي عليها، بتبقى جميلة جدا وبتديه ريحة جميلة قوي. لو انتوا حابين ان انا ممكن اكتب لكم مكونات الطبق ده لوحده، اكتبها لكم مفصلة ان شاء الله عشان ما تنسوهاش معايا. ده بيكون حاجة جميلة جدا. تمام. احنا اول حاجة بقى هنعملها، هنبتدي على طول في تطبيق الحاجة بتاعتنا. هنجيب معانا بولة. طبعا انا مش هحط ملح لان التتبيلة بتاعتي دي بيبقى فيها ملح. تمام. هنقلب بقى كده على بعضه، ثواني كده يا رب يكون واضح، ثانية واحدة اهو. هنخلط كل ده على بعضه. طبق سهل جدا وما بياخدش وقت وسريع. احنا بقى كده عندنا مكونين 2، مفيش حاجة تانية. تمام. هنقلبهم كده على بعض، بسم الله ما شاء الله. طبعا لو انتوا حابين تزودوا ملح، انتوا بتبقوا عارفين مقدار الملح اللي معاكم، بس انا عندي الجبنه فيها ملح والتتبيله اللي انا عاملاها فيها ملح، فمش هحط ملح تاني. كده عندي الخلطه جاهزه اهي. تمام. هنجيب بقى صينيه، اي صينيه تحبوا تعملوا فيها وتدخلوها الفرن. تمام اهي، ثواني اهي. هنجيب بقى السمك بتاعنا هنحطه فيها. بصوا طبق جميل جدا، صدقوني لو جربتوه بالطريقه دي. الطلاينه بصراحه ما بيعملوش الا كده، يعني احسن من القلي اهو. تمام. نرص بقى كده في الصينيه. طبق خفيف مش هياخد مننا اي حاجه، يعني على ما تعملوا شويه الرز هيكون السمك خلاص هو كمان خلصان. حبايبي انا كده عملت صينيه السمك معايا اهي، يا رب تكون واضحه. هنحط بقى على وشه زيت زيتون من فوق كده، طبعا حاجات خفيفه ما بيكونش كتير. بس احنا كده طبقنا جاهز. هندخله بقى الفرن، انا مولعه الفرن مسخناه، عملته على درجه حراره 200. هندخل صينيتنا وان شاء الله ما اطلعها واوريها لحضراتكم. حبايبي ده شكل السمك بتاعنا اهو بعد ما خرجنا من الفرن. وعرفتي معاه الرز، حطيت على الرز كام قطعه عين جمل وزوقته بالبرتقال، وحطيت شويه بقدونس مجفف. بصوا شكل الطبق
حاجة فعلا جميلة جدا وطعمه مميز. اتمنى ان شاء الله تجربوه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للقناة، تقولوا رأيكم فيه ايه. بشكركم جدا، والى اللقاء في فيديو تاني جديد ومميز مع فيفي تسهل الطبخ.